اهلا بك يا صديقي الاوتاكو في الجزء الجديد من حكايه مي ويامي. فلو ما شفتش الجزء اللي فات هسيب لك اللينك في اول كومنت مثبت، روح شوفه الاول وبعدين تعالى كمل. وبنشوف بعد كده في الفصل يامي بيجيب غدا وبيقعد مع مي وبيقول لها تعالى نتغدى مع بعض لوحدنا، ومي بتوافق وبيروح فوق سطح المدرسه، وهناك يامي بيلاحظ ان مي جايبه معاها كيس، ولما بيحاول يشوف ايه اللي موجود جواه مي بتصرخ وبتمنعه، بس الكيس بيتفتح بالغلط وبيبان ان جواه بسكوت. ومي كانت بتفهم يامي انها طول الفترة اللي فاتت كانت بتحاول تتعلم ازاي تعمله، وبفضل ناجي اخته عرفت تعمل بسكوت كويس الى حد ما. ولما يامي بيحاول يدوق بسكوتة مي بتمنعه وبتقوله انها ناشفة لدرجة انها ممكن تكسر سنانك، وبتاخد منه كيس البسكوت. وبيصادف ان اليوم ده كمان جلسة تصوير ليامي وميجو اللي بيروحوا مع بعض بعد انتهاء اليوم الدراسي. بس يامي الجنتلمان بيقول لمي انه هيكلمها على الرسائل ومش هيسيبها لوحدها. ولما مي بترجع البيت بتفضل تحاول تعمل بسكوت تاني ليامي، وبتبقى مستنية منه اي رسالة زي ما قال لها، وبتفضل طول اليوم تمسك التليفون وتسيبه كل شوية زي المجنونة على امل انه يكون وصلت اي رسالة من يامي. ومش بتبقى عارفة ان البيج جنتلمان بيبقى رايح بيت ميجو بعد جلسة التصوير وبيتعشى عندها، وهي طبعا بتستغل الفرصة وبتفضل تحكي له قصة حياتها وانها قد ايه سترونج اندبندنت وومن وبتعتمد على نفسها من وهي صغيرة، وبتطلب منه انه يجي يتعشى معاها كل يوم بعد ما يخلصوا جلسة التصوير. وعلى الناحية التانية مي الغلبانة اخيرا بيوصل لها رسالة من يامي كاتب فيها بكل برود انه خلص شغله ومروح بيته، وعلشان مي عبتها بتفرح بالرسالة بالرغم من انها عارفة انه بيكذب عليها. وبتمر الايام ويامي بيبعد عن مي واصحابه اكتر واكتر، والشغل بياخده منهم وبيقرب من ميجو اكتر، وحتى ايكو بتبقى زعلانة ان يامي ماسك في ميجو وسايب مي، وتقريبا كل الجلسات اللي كان مع ميجو فيها حضنته فيهم كلهم، لحد ما بيجي اليوم اللي مي بتزهق فيه من كل الهبل اللي بيحصل ده، وبتقوم تمشي في الممر بتاع المدرسة، وبتسمع بنتين بيتكلموا في ان يامي بيروح كل يوم بيت ميجو وبقى رامي طوبة مي خلاص. ومي بتسمع الكلام ده من هنا وبتحس ان حد كب عليها جردل ميه ساقعه، وبتفضل تعيط حتى لما ايكو وسامي بيشوفوها بيستغربوا لما بيشوفوا بنت بتعيط وبيسألوها عن السبب وبتقول لهم مفيش، لكن ايكو بتتعصب وبتمسك مي من لبسها وبتقول لها لو كان مفيش سبب فعلا فشوفي لك مكان فاضي وروحوا عيطوا فيه بعيد عننا، وبعد كده لما حد يسألك انت بتعيطي ليه قولوا له السبب عشان ما يقلقش عليك. وسامي بتقول لها انها كانت ملاحظه حزنها من البدايه على يامي اللي بقى مع ميجو، وبتعتذر لها انها ما كانتش جنبها طول الفتره اللي فاتت. ومي بتعيط اكتر لما بتسمع الكلمتين دول وبتحكي لسامي وايكو على كل حاجه، وايكو بتفضل تديها محاضرات تنميه بشريه في انها تبطل قلق على يامي، وانها لازم تثق فيه وتبين له مشاعرها اكتر واكتر علشان الراجل ما يبصش لبره. ومي بتاخد بنصيحه ايكو وفجاه بتروح تتمشى لحد ما بتوصل ليامي وبتسحبه من قفاه وبتقوم رازعاه بوسه قدام المدرسه كلها. في رمضان. وبعد البوسة دي مي بتفضل تعيط لأنها مش بتبقى فاهمة حقيقة يامي إذا كان واحد بيلعب بالبنات ولا هو بيحبها فعلا، بس يامي بيقول لها إنه المرة دي هيوصلها لبيتها زي ما كان بيعمل كل مرة. مع ذلك مي مش بتفرح وبتفضل ضاربة بوس طول الطريق، وبيقترح عليها إنهم يقعدوا في الحديقة شوية علشان يقعدوا يتكلموا مع بعض شوية، وهناك بيقول لها إنه هيكمل في مجال عرض الأزياء ده لأنها هي اللي شجعتها عليه من البداية، وبيفضل يحكي كتير عن نفسه وسايب البنت المسكينة تحرق في دمها، لحد ما يامي بتزهق وبتقول له كفايه خنقتني، ويامي بيتقمص وبيروح البيت لوحده وبيسيبها. ومي بتتقهر قوي من تصرفات يامي ما بتبقاش مفهومه، حتى انها في اليوم المدرسه الكل بيلاحظ ان شكلها مش مظبوط وبيقلق عليها لان باين على وشها الاكتئاب والحزن، وكل ده بسبب الحب وعمايله. وسامي بتقرر تساعدها وبتديها مفتاح يعتبر تذكره لمهرجان، وبتقول لها تدي واحد تاني ليامي وتصالحوا ويروحوا مع بعض يهدروا المهرجان. ومي بتسمع كلام سامي وفي طريقها علشان تدور على يامي بتقابل ميجو خطفت الرجاله في وشها، وبتفضل تقول لها ده انتوا ويامي لايقين على بعض جدا حرفيا عصافير الحب. ومي في لحظتها بتسمع شويه بنات بيتكلموا ان ميجو كتبت في مجلتها انها معجبه بشخص حاليا، والشخص ده شغال معاها عرض ازياء، واكيد الشخص ده هو يامي. وفي اشاعات بتقول انه راح البيت عندها كمان. مي اول ما بتسمع الكلام ده بترجع في كلامها ومش بتدي المفتاح ليامي، وبتمسك شنطتها وبتروح بيتها بدري عن ميعاد خروج المدرسه. وايكو بتزعل لما بتشوف مي في الحاله دي وبتطلب من يامي انها تكلمه على انفراد، وفعلا بيروح لايكو وبتورمه قابلة ميجو في المجله والكلام اللي هي كاتباه عنه، وبتعرفه ان اشاعات كونه راح للبيت عندها وصلت للمدرسه كلها، ومنهم مي اللي قاعده بتحرق في دمها وروحت بيتها بدري. وبتقوله لو كانت مي هي اللي اتصورت مع راجل تاني وراحت بيته وما كنتش هترضى بكده، واللي ما ترضاهاش على نفسك ما ترضاهاش على بنات الناس. وبعدها يامي بيتاثر بكلام ايكو وبيلغي جلسه التصوير مع ميجو وبيجري علشان يدور مع مي، لكن مش بيلاقيها، حتى انه بيرن عليها وبيلاقي تليفونها مغلق، ولما بيروح لها بيتها مش بيلاقيها برضه. وعلى الناحيه التانيه مي بتكون ماشيه حزينه في الشارع وبتعيط وبتفضل تمسح دموعها بايديها، لحد ما الاسوره اللي ياما عطاها لها كتعبير عن حب بتتقطع وبتعتبر دي اشاره،
ولحسن الحظ يامي بيلاقي مي في الشارع اخيرا وبيفضل يعتذر لها طول الطريق، لكن مي مش بتبقى فرحانه وبتقول له انها قرفت من ساعه ما حبته لانه بقى شاغل كل تفكيرها ومش عارفه تعيش زي الناس الطبيعيين لدرجه انها بقت مخنوقه. بس يامي مش بيستسلم وبيفضل يعتذر لها وبيفهمها ان مفيش اي حاجه بينه وبين ميجو، وبيشوف الاسوره المقطوعه على الارض بينزل يلمها بنفسه، ومي بتلم القطع معاه كانهم بيلم شملهم من جديد. بعد كده يامي بيروح لميجو وبيقول لها انه خلاص مش هيكمل معاها في شغلانه عرض الازياء دي لان مي بقت حزينه وبتغير عليه. وميجو بترد عليه وبتقول له هتسيب مستقبلك عشان حته بنت ملهاش لازمه؟ وياما بيحرق دمها اكتر وبيقول لها ايوه حته البت دي هي كل حاجه بالنسبه لي. وهنا بقى ميجو بتقرر تبقى حربايه بروماكس وبتروح لسامي وهي وسط مي وايكو وبتقول لها تعالي معايا جلسه التصوير اتفرجي على عرض الازياء الجديد. بس سامي بتحرجها وبترفض، وايكو بتلاحظ ان ميجو حتى ما بتبصش على مي وبتعرف انها متكده منها لانها اتصالحت مع يامي وساب عرض الازياء علشانها. وبعد المدرسه يامي ومي بيتمشوا مع بعض لحد ما يامي بيوصل مي شغلها وبيروح للسوق، وده علشان يشتري ليها هدية وبيفضل مستناها طول اليوم لحد ما بتخلص شغلها، وبيوصلها لبيتها مخصوص وكأنه اعتذر ليها عشان خلاها تستناه كتير أيام ما كان عارض أزياء. بس الدنيا بتمطر ويامي هدومه كلها بتتبل بسبب إن جنتلمان ومخلي الشمسية فوق راس مي بس، ومي بتخليه يدخل بيتها علشان يغير هدومه المبلولة دي. ويامي بيستغل الفرصة دي وبيديلها الهدية وبتكون خاتم وبيقول لها اعتبريها خاتم الخطوبة. وفجأة أم مي بتوصل البيت من شغلها وبتلاقي بنتها جايبة راجل البيت، بس هي اوبن مايندد بقى وبتفهم الموضوع وبيقعدوا مع بعض علشان يتعرفوا على يامي. وياما بيفضل يقول لها طنط بنتك دي ملاك، دي اكتر واحده جذابه في الدنيا، وبيفضل يمدح فيها لدرجه ان امها بتقول له كفايه اوفر بقى يا ابني، وبتكون مش مصدقه اساسا ان في حد صاحب بنتها. بس يامي بياكد لها كلامه وبيفضل يمدح في مي اكتر قدامها لحد ما بتعيط وبترتاح ليامي وبتعرف انه شاري بنتها بجد. وفي اليوم التاني في المدرسه مي بتروح بخاتم خطوبه يامي، وميجو بتولع لما بتعرف حوار الخاتم ده، وبتكون قاعدة معاهم قرايب اللي بيكون باين عليها الغيرة الشديدة من مي. وبعدها بيظهر شخص جديد واللي اسمه تاكي، وهو بيكون الولد صاحب يامي اللي كان بيتضرب قدامه، ويامي كان بيعمل نفسه من بنها لانه كان جبان وقتها وخايف يتدخل نفسه في المشاكل. وتاكي ده كبر وقرر انه ينتقم من كل واحد اتنمر عليه وسبب ليه اذى، وعلشان كده بقى بيروح الجيم وربى عضلاته علشان يربي اللي اتنمروا عليه. وفي اليوم اللي بيقرر فيه يروح يواجه المتنمرين دول، قبلها عدى على محل الحلويات اللي مي شغاله فيه وبيقابلها وبيقول لها انه شافها في المدرسه قبل كده، وبيحكي لها قصه حياته وانه دلوقتي رايح ياخد حقه. بس مي بتنصحه بانه ما يعملش كده لان مش هيغير حاجه ويسامحه وخلاص على كده. لكن تاكي بينشف دماغه وبيروح برضه المدرسه يستنى الولد اللي كان بيتنمر عليه زمان، وبيكون رايح يضربه خلاص، وبيلاحظ ان هو بقى شاب ضعيف ومالوش اي لازمه، وبيسيبه في حاله فعلا وبيفضل يفكر كتير هل اللي هو بيعمله ده صح ولا لا. ويا ترى كلام مي هو اللي صح لحد ما بيقابل يامي في وشه وبيقول له بصراحه يا اسطى انا وقعت في حب حبيبتك. وفي المدرسة ميجو بتقرر انها تستغل تاكي في انها تفشكل ما بين مي ويامي، وده علشان تاخده لنفسها. بس في الاول بتحاول تقرب من تاكي وبتجيب له تذكرة المهرجان بيحبه، وبتكسبه كصديق في الاول لحد ما تحتاجه بعدين، وتنقل بعدها لمرحلة خطف اصحاب مي منها. وبتبدأ بسامي واللي بتفضل ماشية وراها كتير وبتفضل تعمل نفسها انها بتساعدها ومهتمة بيها، وبتقول لها كلام حلو زي انها اول صديقه لها في المدرسه دي وهي ممتنه جدا لوجودها معاه ولازم يقربوا من بعض اكتر واكتر. وفي نص كل الكلام ده ميجو بتلمح مي جايه في الطريق وبتقول لسامي انها هتروح مشوار بسرعه وتيجي علشان مش بتبقى طايقه مي اطلاقا. ومي بتبقى ملاحظه كل ده، واعمال ميجو الحربوقه مش بتنتهي لحد هنا، لا ده كمان بتروح لعند يامي وبتقول له في موضوع خطير لازم اقول لك عليه، وهو ان سمعت السنيوره بتاعتك وهي بتتكلم مع تاكي والاتنين بيتفقوا مع بعض يروحوا المهرجان السنوي مع بعض. انا قلت اقول لك بس علشان احذرك بس يا اخويا ان النسوان مالهمش امان زي ما انت عارف. ويامي بيفضل يشك في مي خصوصا بعد ما تاكي قال له انه معجب بيها، حتى لما بيروح يتمشى مع مي للبيت بيفضل يسالها اذا كانت حبت حد غيره قبل كده ولا وعدت حد قبله، ومي بتفضل تقول له لا طبعا انت بتقول ايه. بس يامي بيفضل مقموص وبيمشي ويسيبها، حتى انه تاني يوم بيفضل يتجاهلها ومش بيتكلم معاها اطلاقا وبتروح البيت لوحدها، وبيكبر عندها شعور الخوف ان الكل هيسيبها ويغدر بيها دلوقتي. وفي نفس الوقت ده ميجو الحربوقه بتكمل اللي هي بتعمله وبتروح تنشن على الهدف التاني وهو ايكو، وبتفضل تمدح فيها وفي شكلها وفي بشرتها وبتعزمها وهي وسامي في كافيه ابن ناس كده وبتدفع الحساب كمان. بس ايكو ذكيه وبتبقى عندها شك ان ميجو بتعمل كل ده لغرض شرير في دماغها. وعلى الناحيه التانيه تاكي بيفضل مستني مي طول فتره شغلها في المحل، ولما بتخلص شغلها بيفضل يتمشى معاها طول الطريق، وبيتمشى معاها طول الطريق وفي الاخر بيعترف ليها بحبه وبيديها تذكره المهرجان اللي بيحبه وكانت ميجو عطياها ليه قبل كده. بس الموضوع مش بيقف لهنا، الكلام كله بيتنشر في المدرسه والاشاعات بتكبر ان مي بتخون يامي مع تاكي والدنيا بتولع. وعلى اخر اليوم تاكي بيروح لعند مي وبيعتذر لها عن كل المشاكل اللي بيسببها عليها دي، بس يامي بيقفش مي مع تاكي وبيقول لها ايه الفجور اللي انت فيه ده يا هانم. بس تاكي بيتصدر له وبيدخلوا في خناقه مع بعض،
وتاكي بيضرب فيها يامي بالبوكس، ومي بتبقى واقفه بتتفرج على الاتنين وهما بيتخانقوا ومفكره نفسها محور الكون. بس الصداقه مش بتهون برضه، وتاكي بيعرف يامي غلطه وان ساب مي في اكتر وقت كانت محتاجه له فيه، ولولا دعمه ليه زمان ما كانش وصل للي هو فيه دلوقتي، وبيعتذر له عن ضربه. ويامي بيقبل الاعتذار وبيقول لمي بعد كده انهم هيروحوا للمهرجان لوحدهم المره دي كتجديد للصلح ما بينهم. وفي اليوم التاني تاكي بيروح لعند ميجو وبيقول لها تبطل غيرها وحسد اتجاه مي، لانه واضح للكل انها متغاظه منها وبتحاول تاذيها بكل الطرق. بس ميجو بتقلب الترابيزه على تاكي وبتقول له انت بتاذي مي وبتاذي صاحبك يامي كمان، والمفروض تخاف على صداقتكم بدل ما تخربها عشان بس خاطر الست هانم مي. بس تاكي بيحط ميجو عند حدها وبيقول لها انه عارف كونها بتحب يامي ومع ذلك مش قادره تعترف له، لا وكمان عايزه تكون محور اهتمام كل الموجودين في المدرسه، وكمان كل اللي بيتكلم يتكلم عليها هي وبس. بس هي المفروض تشوف لها حياة وتركز على شغلها أحسن ما تركز إزاي تأذي الناس. وبيسيبها لوحدها في حيرة من أمرها، لكن برضه مش بتسكت وبتروح لعند إيكو وسامي وبتلاقيهم قاعدين يختاروا هدايا حلوة ليامو ومي عشان عودة العلاقات ما بينهم. وسامي بتقترح على ميجو إنها تختار هدية معاهم، بس الحرباية ميجو مش بتعرف تدير غيظها وبتقول لهم سيبكم من الكلام التافه ده وتعالوا معايا عرض أزياء طوكيو وهجيب لكم فساتين وأكل كتير. بس إيكو الخبيثة بتفهم حقد وغيرة ميجو فبتقول لها إنها مش رايحة معاها لو مي مش رايحة، وسامي بتقول لها نفس الكلام. بس ميجو برضه بتفضل تقدم عروض رهيبة على إيكو وسامي وبتحاول تخليهم يوافقوا بكل الطرق الممكنة، واخر لما بتزهق منهم بتزعق لهم وبتقول لهم انت هتيجوا معايا يعني هتيجوا معايا غصب عنكم. وهنا ايكو بتقوم لها وبتقول لها احنا مش الحيوانات بتوعك علشان نسمع كلامك. وميجو مش بتكتفي بالكسفه دي وبتروح تاخد شله من المدرسه علشان يخرجوا معاها، ولما واحده ما عزمتهاش بتيجي الخروجه بتطردها، ولما الكل بيشوفوا وقحتها بيسيبوها وبيمشوا. وبتفضل بقى ميجو المغروره اللي فاكره نفسها تقدر تشتري الناس بفلوسها وحيده. وعلى الناحيه التانيه السنيوره مي بتحضر شنطتها للمهرجان اللي هتروح ليه مع يامي. وتاني يوم بيروحوا المهرجان ومي بتبقى فاكره نفسها انها هتقضي لحظات رومانسيه مع يامي، لكن يامي بيفاجئها لما بيخليها تروح الملاهي الموجوده في المهرجان، وبيركبوا كل الالعاب الخطيره الموجوده لحد ما مي بتقطع الخلف خلاص. ويا فرحه ما تمت علشان لما مي ويامي بيقعدوا في مطعم قعده رومانسيه بتلاقي ناجي اخت يامي واخوها جاي معاها كمان، وناجي بتشبط فيهم وبتبقى عايزه تقضي معاهم باقي اليوم، وكمان طلعت جايه مخصوص مش جايه صدفه ولا حاجه. وعلشان يكمل الحظ السيء ناجي بتاخد مي علشان تركب معاها نفس الالعاب الخطيره من تاني. وطول الوقت ده ميجو بتكون حابسه نفسها في البيت وجالها اكتئاب مش بتبقى راضيه تكلم اي حد خالص. ولما اخيرا مي ويامي بيبقوا مع بعض بيجي اتصال ليامي من شركه الازياء اللي كان شغال معاها، وبيقولوا له انهم مش عارفين يتواصلوا مع ميجو وخايفين يكون جرالها حاجه. وهنا مي بتدرك انها وش فقر رسمي خلاص. ويامي بيسيب ناجي مع مي وبيقول لها خدي بالك منها لحد ما ارجع بسرعه. ويامي بيوصل بيت ميجو بس بيلاقي هناك بنت من الدفعه بتقول له انها بتيجي كل يوم وبتخبط عليها وبتجيب لها اكل، لكن مش بترضى ولا بتفتح الباب حتى تاخد الاكل. بس ميجو بتفضل تصرخ وتقول لهم محدش بيحبني محدش محتاجني وكلكم بتمثلوا انكم صحابي وكلكم بتستغلوني عشان مشهوره وبتقربوا مني عشان تاخدوا مصلحه على قفايا وفي الاخر بتسيبوني وتمشوا. بس البنت بتفضل تهدي ميجو وبتقول لها كلنا معاكي وبنحبك بس انت حابسه نفسك في زون الحزن ولازم تخرجي حالا. وبتفضل تهديها وتقنعها ان هم معاها، واخيرا ميجو بتخرج من بيتها وبتترمي في حضن البنت وبتقتنع بكلامها. وفي الوقت ده مي بتكون وصلت لبيت ميجو هي كمان، بس ميجو برضه بتفضل تبص لها بنظرات احتقار. وبعدها ميجو بتحاول ترجع لحياتها الطبيعيه تاني وبتروح تعتذر لوكاله عرض الازياء وبترجع لشغلها وبترجع كمان المدرسه، لكن المره دي بتلاقي كل البنات بتعاملها باحتقار حتى انهم كتبوا لها رسائل كره في الخزانه بتاعتها ورموا الديسك بتاعها بره الفصل. بس سامي بتكون الوحيده اللي واقفه جنبها هي ومومو البنت اللي من الدفعه اللي كانت السبب في رجوعها لحياتها. وبتمر الايام لحد ما بتيجي اجازه الصيف وبتقابل الكل في مهرجان الصيف، بس مي بتحضر المهرجان من غير ما تكون لابسه اللبس الياباني التقليدي وبتحس نفسها عابطه وسط كل اللي موجودين. ويامي السيمبا بيقول لها انت حلوه في اي حاجه تلبسيها حتى لو شوال بصل. وسامي بتقطع اللحظه الرومانسيه دي وبتقول لهم مش في الشارع يا جدعان احترموا نفسكم. وبيمر الوقت في المهرجان لحد ما الكل بيتعب وبيروح بيتهم. ولما مي بتوصل بيتها وما بتهزها لانها اتصلت بيها كتير وما كانتش بترد وكانت مجهزه لها اللبس الياباني التقليدي عشان تروح بيه المهرجان، لكن مي بتقول لها انها لسه راجعه من المهرجان اساسا، وما في الحاله دي بتحكم عليها انها تروح المهرجان تاني، بس المره دي تكون لابسه اللبس اللي هي محضره لها وكمان تحط مكياج وتخرج مع يامي لانها مصدقت بنتها تبقى بتتصرف بانوثه وبقت محبوبه بين الناس. وفعلا مي بتسمع كلام امها وبتبعت رساله ليامي وبتقول له فيها انها جايه المهرجان تاني علشان تشوف الالعاب الناريه. ويامي بيفضل يستنى مي في المهرجان، لكن خلاص بتبقى الالعاب الناريه خلصت ومي بتوصل متاخر، وبتفضل تعتذر ليامي لانها خلته يرجع المهرجان تاني على الفاضي. بس يامي بيفضل واقف متسمر في مكانه ومش مصدق الجمال اللي هو شايفه، لان دي بتكون اول مره يشوف فيها مي بمكياج، لا وكمان عامله تسريحه حلوه في شعرها وبينسى كل التعب اللي كان فيه وبياخدها في حضنه. ومن هنا بتقضي مي اول اجازه صيفيه ليها مع حبيبها واصدقائها، ومش بتبقى متخيله كميه الغيره الفظيعه اللي حصلت ليها في وقت قليل.
ولما الدراسة بترجع من تاني في أول يوم مدرسة، مي بتوصل لها رسالة من يامي وبيقول لها فيها إنه تعبان وهيغيب من المدرسة النهاردة. ومي بيبقى عندها شوية شعور بالذنب لأن قبلها بيوم كانوا خارجين مع بعض وفضلت تلف بيه اليابان كلها في عز الشمس، واكيد الراجل بقى تعبان دلوقتي وجات له ضربة شمس من كتر اللف. وهنا ايكو بتقترح على مي انها تسيب المدرسة وتروح تزور يامي، وفعلا مي بتاخد بنصيحتها وبتبعت له رسالة انها تيجي تزوره دلوقتي. ويامي بيفرح لما بيقرأ الرسالة وبيتصل بيها، لكن ناجي الخبيثة بتاخد منه التليفون بسرعة وبتقول لمي ان اخوها مش عايز يشوفها النهارده وبتقفل في وشها السكة. ومي بتفتكر انه مش طايقها بسبب ان في خروجة امبارح كان كل ما يقول لها كلمتين رومانسيين تديله بوكس من الكسوف. وعلى الناحية التانية يامي بيفضل قاعد مقموص ولا بياكل ولا بيشرب علشان نيجي اخدت منه التليفون ومش راضية تديهوله تاني، سايب حتة الطفلة دي تتحكم فيه. وبيبقى كل تفكيره انه مي ما تفتكرش انه بيكرهها او مش طايق يشوفها وبيفضل شايل الهم. وفي المدرسة الشلة بتتجمع علشان يشوفوا ايه الدنيا مع مي وبيتصلوا بيها، ومي بتقول لهم انها لسه ما راحتش البيت يامي، وده لان اخته اتصلت بيها وقالت لها ان يامي مش عايز يشوفها. بس تاكي لما بيسمع الكلام ده بياخد التليفون وبيقول لمي تروح تزور يامي برضه، لان الكلام ده مستحيل يطلع بجد والمفروض تكون هي اول واحدة عارفة ده. وياما بيبقى قاعد في بيته حزين وتعبان وبيبقى مستني اي رساله من مي لحد ما بيوصله اتصال. هو بيطلع ان هياكا هو اللي بيقول له ان عنده اخبار حلوه وان بقى عنده حبيبه وحبيبته دي شغاله في محل حلويات هو اسمه مخبز المزرعه، وهو دلوقتي هيروح يتفسح معاها. وطبعا كلنا عارفين مين الوحيده اللي شغاله في محل حلويات في القصه كلها. ايوه هي اول حد يجي في دماغك بالظبط يا صديقي، وهي مي. وهنا يامي بيتفزع لان مي هي اللي شغاله في مخبز المزرعه، واخر مره راح فيها ما كانش حد شغال فيه غيرها. وهنا يامي دماغه بتفضل تشتغل وبيقول ان مي بتخونه وانه مش كفايه عليها واكيد قرفانه منه، وبيفضل يصوت زي العبيط لحد ما نجي بتيجي وتديله بوكس هي كمان. وطول الوقت ده مي بتكون واقفه قدام بيت يامي بس خايفه تدوس على الجرس وبتفضل متوتره وبتروح وتيجي وبتستخبى ورا العمود اول ما بتشوف طفل صغير ماسك ورده، وبيبقى هو كمان متردد يدوس على الجرس وبتساله اذا كان جاي علشان نجي وبيقول لها ايوه. والطفل بيدخل البيت ويامي بيستغل فرصه ان الباب مفتوح وبيهرب بسرعه علشان يقابل مي، ومي اصلا بتكون ورا العمود مستخبيه والاتنين مش بيشوفوا بعض. ويامي بيروح لمخبز المزرعه وبيلاقي ان حبيبه هياكا بنت غير مي اساسا وبيستريح نفسيا لما بيشوفها. وبعدها بيروح يدور على مي اللي بتكون عماله تتفرج على عصافير الحب الصغيرين، بس بتقرر انها تتصل بيامي تاني علشان تتاكد انه عايز يشوفها، وعلى حظها تليفون يامي بيفصل شحن. وبتدرك وقتها انه فعلا مش طايقها ولا عايز يشوفها، وهو في الحقيقه المسكين عمال يلف البلد علشان بيدور عليها. ولما بيلاقيها اخيرا بعد ما نفسه اتقطع من كتر الجري بيعتذر لها، ومي بتفضل تعيط قبل ما يكمل الاعتذار حتى وبياخدها بالحضن. ويامي بيفضل يفهمها ان ناجي هي اللي اخدت منه التليفون وهي اللي ردت عليها، وبيرجعوا زي السمنه على العسل من تاني. وبكده تكون خلصت حلقه النهارده. ولو وصلت لحد هنا بقى يا بطل عايزك تصلي على النبي وتوحد الله، وما تنساش تعمل لايك رايق زيك كده عشان نوصل الفيديو ده اكبر عدد من اللايكات. ويا ريت تشترك في القناه لو المحتوى عجبك، وما طولش عليكم اكتر من كده يا ابطال. اشوفكم الفيديو اللي جاي، سلام.